ليش مسلسل عياد السنة هذه؟ لأن احنا قبل كانت عندنا خطة أن احنا بنشتغل مسلسل دراغونوف الجزء الثاني، لكن يعني بسبب الظروف شوية بعض الشيء الموضوع السوق الماركتينج في ليبيا بشكل عام، ومسلسل زي دراغونوف محتاج لوقت أطول، محتاج ممكن لشغل 5 شهور 6 شهور. من هنا فكرنا احنا ليش ما نديروش شيء إنه يكون ميزانيته أقل وفي نفس الوقت إنه هو ممكن يتنفذ في وقت ضيق. فسراج اقترح علي نص كان كاتبه هو سابقا اسمه عياد المتشحط، كان يكتب فيه زماني مات كان يكتب في المنتديات. الفكرة حلوة جدا، دم خفيف، كتب كم حلقة أعطالي، عجبني النص، مكتوب بشكل جميل كوميدي خفيف جدا لايت. من هنا جت الخطوة ان احنا نحاول نشتغل السنة هذه مسلسل عياد. ممكن الظروف تساعد تنفيذ عمل زي مسلسل عياد، مسلسل سيت كوم يتنفذ في أماكن داخلية، ما يحتاج لوقت طويل في الشغل. بشكل عام المود العام للناس ممكن ما عندهمش رغبة في مشاهدة دراما شوية يعني جريئة أو مثلا نقد سياسي، فممكن الناس المود العام يتقبل حاليا انه يتفرج عليه مسلسل كوميدي. طبعا شخصية عياد هي شخصية كوميدية بحتة، يعني هزلية. ستايل المسلسل يختلف عن أي أعمال أخرى قدمت على الشاشة الليبية باعتبار أنه هو سيتي كوم. أعتقد أنه هو عمل سيتي كوم يقدم الشاشة الليبية. شخصية تعبر عن شخص يلازم النحس دائما في جميع المواقف وسوء الحظ، يسعى طوال حلقات المسلسل لإكمال زواجه. يعني هو قائد سائق سيارة تيفيكو، فطبعا يحاول في جميع الحلقات أنه يتحصل على عمل جديد يستطيع من خلاله إكمال زواجه بسالمة، الشخصية الملازمة له طوال المسلسل. ما نجمش نضحك أكثر من هيك. فيديو مش صار. لو بنزيد نضحك معناتها فما قصة. هو عياد شخصية موجودة في كل بيت، في كل شارع، في كل زنقة. عياد الشخصية الغير محظوظة في الحياة. عياد أنا شخصيا 70-75% قصة حياتي، ولهذا اعتمدت في أدائي على الشخصية الرسم الكاريكاتيري. هتشوفوا أداء مختلف عن الشخصيات السابقة، لأن في الحقيقة هو خدم مني جهد شخصي. تعبت، وهذه حقيقة، لأن الأداء مش سهل. هو الناس طبعا حيشوفوا عياد عادي، لا مش عادي، شخصية مليانة أحاسيس ومليانة مشاعر ونقلات درامية. شخصية وليد طبعا في مسلسل عياد هي الشخصية الأكثر حظا في المسلسل. طبعا دائما طريق مفتوحة قدامها، عكس شخصية عياد اللي هي يكون ولد عم وليد. طبعا دائما وليد يحب يدير في مشاكسات مع عياد، لأنه هو يعني يحس أنه هو يحبها، لكن في نفس الوقت أنه هو يعني ما يحباش الحب لأنه ولد عمه، لكن يحب أنه يكون متشمت فيه. يعني تفاجأت بصراحة بالكوميديا اللي في مسلسل عياد، لكن حبيت ندير تحدي لنفسي، خط تجربة الدراما في العام اللي فات، لكن العام هذا كنت نبي نخوض التجربة هذه، يعني تحدي حتى لنفسنا، يعني نشوف روحي لأن يعني الفنان أو الممثل ضروري يلون نفسه في أعمال، يعني أكثر من عمل. طبعا شخصياتي كانت في مسلسل عياد أكثر من شخصية. فرصة رائعة للمشاركة في هذا العمل، عمل سيتي كوم، أول عمل ليبي
خليني أحكي لكم في البداية كيف كانت الأجواء. سعيد جدا باختيار المخرج أسامة رزق، قع لي الاختيار بأن أكون أحد أفراد أو أحد الكوادر المشاركة في هذا العمل، عمل مسلسل عياد، أول سيت كوم ليبي زي ما قلنا. أعتقد الشخصية اللي انتشرت في الفيس اللي هي شخصية التريباك، واللي العديد من الأصدقاء يتواصلوا معي على الفيسبوك متشوقين لرؤية هذه الشخصية. طبعا شخصية سلمى هي شخصية بنت عانس، أو إنها هي لما انخطبت ما كانتش عانس بالمعنى الأصح، كانت يعني في العمر المعقول، كانت ما بين 24 أو 21 لل24. استمرت فترة خطبتها ل9 سنوات، تحاول إن هي دائما تنق على خطيبها إن هي تبي تتجوز، مع إنه هو منحوس، يعني للأسف الشديد ما حالفاش الحظ إنه هو يتجوز، حابب إنه هو يتجوزها وحابب إنه هو يعني يكون أسرة، ولكن هو للأسف ديما في عواقب في وجهها. يحاول يرضيها، هي تحبه وما تحبهاش، يعني تحبه تبي يتجوزها، تبي تتجوز بأي طريقة، ولكن في نفس الوقت يعني ما فيش حاجة مساعدتهم الاثنين. المهم يعني بعد 9 سنوات تحاول ان هي تبي تتجوز وخلاص، يعني لو ما جوزهاش هو حتمشي وتدور حتى غيرها يتجوزها، لكن طبعا هي تقدم على الاخير. نحن طبعا قاعدين نصوروا في الحلقة 4 مشهد واحد، ام خطيبي تعزق لي في الدوا على اساس انه يعني مخطوبين 9 سنين، وهو مش انا اللي منحوسه، هو ولدك اللي منحوس. هذا وقد نصحت الدراسة الفتيات العوانس بأن يرضوا بنصيبهم. شخصية أم عياد، المرأة اللي عندها راس ولاد اللي هو عياد ومنحوس في كل شيء يديره، فهي من كتر ما داير نحس يعني بدت تهذب فيه وتكشخ عليه، لكن من داخلها لأن كل أم تحب إن ولدها يكون أحسن الناس، ويعني تفضل كل شيء اللي هو من حاجات كويسة، وهو على قد ما يدير في الحاجات كويسة إنه هو منحوس. بالنسبة لي شخصية شعبان هي كانت من أصعب الشخصيات بصراحة على الطبع الشخصي هنا كممثل، وبالنسبة للمخرج لأنها بجديات تتعب فيها الشخصية هذه. فشخصية مذيع شعبان هو عبارة عن مذيع فاشل. هذا المذيع الفاشل تم اشتراء دمته عن طريق المال ليقوم بالبث وتحريض الفتن بين الناس وبين الشعوب، وإثارة الفتن بين الناس باش تسبب أي مشاكل في البلد. وبصراحة حاولنا احنا نديروا توازن ما بين شخصية شعبان وما بين ان احنا نبعد عن السياسة بقدر المستطاع، لأن الوضع الليبي حساس في هذا الوضع الحالي. خلوكم معه، هو توا راقب، لما يسمع ان دوره بدا على طول حتى يلقوه نط ونحن كنا نشرحوا عليك يعني. اوكي. طبعا شخصية الفسفوري هي شخصية واحد يرمي لكم كذاب وبلعوط، وديما يكذب عليه طبعا على عياد، هو في نفس الوقت ما يرضلاش الخير، لكن وديما متشمت فيه. ونفس الشيء تلقاه ميكاره ديما فرزاتشي، اللي هو ديما لنا الشخصية اللي ناخذها ليه في نفس الوقت، وما يحبش يبكل، في إمكان يتلاقوا ضروري ما يصير شيء بيناتهم إن شاء الله حتى بالعيون بس. 15 ميكينج اوف مهند أول مرة. شخصية فرزاتشي باختصار مفيد يعني زي ما نقولوا الكفر إنجليزي والسوفت وير ليبي. شخصية إنه يدير في روحه هو متكبر وأحسن من الناس اللي حواليه وإنسان هاي وكلاس، لكن في الحقيقة هو زي ما نقولوا طاي حبيب الليبي، ما عنده شيء وعايش من خير صديقه اللي هو وليد اللي مصاحبه بالسيف. وطبعا شخصية وليد مديها الفنان أسامة الباهي. فهو هذا طول المسلسل حتشوفوا لقطات انه هو يدير في روحه حاجة مش عادية وما صارتش وفاهم كل شيء، لكن في الأخير تنكشف حقيقة انه هو ولا له علاقة بالكلاس ولا أي حاجة تانية، وكلها يعني مجرد مظهر خارجي.
حلقة 13 ميكينج اوف الأستاذ الممثل القدير عبد الرزاق بروني. أولا كل عام وأنتم بخير. شخصية والد عياد شخصية أنا أحس فيها مختلفة جدا عن الشخصيات اللي قدمتها قبل. عادة الأب دائما يحرص أن يكون ولده دائما في الصفوف الأولى، يحاول يدعمه ويحاول أن يكون له دعم، وديما وراه يجري وراه باش يكون في الأماكن اللي يستحقها. عياد هو يعتقد أنه هو شاب منحوس، هو ما فيش حاجة اسمها نحسي. الثقة بالنفس، ثقة بالنفس تخليك أنت قادر أنك تحل مشاكلك. فعياد والد عياد يحاول أنه يوقف مع ولده عياد في أحلك الظروف، رغم أن هي شخصية تظهر لك شبح، وإن شاء الله إن شاء الله خير. علينا عاد اسمعني كويس، تحرك يا عياد وطلع المارد الموجود في داخلك. اتحرك يا عياد. طبعا مسلسل عياد تجربة جديدة قضاء السنة هذه إن شاء الله، تختلف عن الأعمال السابقة باعتبارها عمل سيتي كوم، كوميديا مباشرة. تختلف عن بعض الأعمال اللي قدمناها منها فوبيا على سبيل المثال، لكن اللي كانت تنحو نحو الكوميديا السوداء أكثر شيء يعني. تجربة جديدة القضاء طبعا بنفس الوجوه، ممكن بنفس الوجوه اللي لعبنا بها في مسلسل دراغونوف. الناس تعودوا عليهم في ظهور درامي، المرة هذه بيشوفوهم يعني بشكل آخر، يعني يختلف عن المرة السابقة. الاختلاف في النص طبعا زي ما قلنا، يعني العمل سيتي كوم يدور في لوكيشنات محددة. سيناريو عياد طبعا مش المرة الأولى نشتغل أنا وسراج جوادي، سبق اشتغلنا في فوبيا ودراغونوف، وهذا العمل الثالث، ونتمنى إن شاء الله تستمر أعمال أخرى. سراج عنده ميزة أنه هو يعرف اللي يحبون الناس، يعني عنده القدرة أنه هو يفهم بالضبط اللي يتماشى مع المجتمع الليبي. أقرب للمسرح. أنا ما اشتغلتش نهائي مسرح، ولكن يعني قد ما كان فيه يعني تعب، قد ما كان فيه أريحية في الشغل. أنا نشوف إنه هو الشغل بالطريقة هذه يعني مريح للجهتين. ساعدنا المخرج بشكل كبير، يعني بالنسبة لي أنا ساعدني بشكل كبير إني أنا نتجاوز إني فكرة إني أنا ما اشتغلتش مسرح. خلاني نشعر بثقة أكبر إني أنا يعني ما تفرقش لو اشتغلت تقطيع أو اشتغلت شغل مسرح. جميل جدا، أنا مستمتع لأن في توافق ذهني وفي توافق فكري بيني وبين كامل الكاست، وخاصة المخرج والكاتب، لأن الحقيقة الممثل يجب أن يكون منصت دائما، لأن عادة الممثل بيفهم رؤية المخرج حتى يصل لرسم الصورة اللي مراد تنفيذها. وأنا سعيد جدا في تجربتي الثالثة مع نفس المجموعة، لأنهم فعلا فنانين بمعنى الكلمة، يعني الحقيقة بدون أي مجاملات. المخرج طبعا هو قبل ما يكون مخرج هو يعني نعتبره فيه احنا صديق واخونا الكبير، يعني متفهم جدا. انسان ما يحطكش الا في مكان
اللي يشوف فيك انت مناسب ليه، من غير ما انه يعطيك الشخصيه حينصحك ويساعدك طول المسار. معامله جدا بالنسبه لي انا جدا سلسه مع المخرج أسامة رزق. الحمد لله توا 3 سنين رانينج، وكل سنه قاعد نتعلم منه اكثر واكثر، وكل سنه لما هو يعطيني شخصيه ويحط زي ما تقول في الثقه فيا ما عنديش اي نوع من الاعتراض. مبروك المباراة. إنتاج مسلسل عياد في تونس كان لعدة أسباب. طبعا احنا عندنا استوديو الخاص بنا في ليبيا وعندنا معداتنا كنا نقدر ننفذوه في ليبيا، لكن للأسف يعني سبق كانتش عندنا مشكلة في تنفيذ أعمالنا في ليبيا زي في فوبيا وفي دراغنوف وبإمكانيات كبيرة ومع فريق تقني من تونس ومن عدة دول. بس يعني أولا عندك مشكلة تنفيذ الديكور، لأن مسلسل عياد أساسا معتمد على الديكور، وهي ديكورات كبيرة ما هيش ديكورات صغيرة، وما سبقش في ليبيا أن تنفذ الديكورات زي هذه. بالنسبة للجو العام مع زملائي الشباب الممثلين، احنا عائلة واحدة. طبعا من قبل بداية التصوير واحنا ملمومين مع بعض، نحاول ان نكون قريب منهم، نحاول اننا نفهمهم، نستوعبهم، نحاول اننا نكون اكثر قربا منهم حتى نقدروا نصل مع بعضنا لأداء كل حد شخصيته، حتى يحصل هذا التناغم وهذا التقارب اللي ما بيننا. يعني أنا سعيد جدا بالشباب ورايعين الحقيقة، وهذا شيء يشرف الدراما الليبية. كانت علاقتي طبعا بمحمد عثمان، الفنان محمد عثمان، والفنان أسامة الباهي، والفنان مهند كلاش. بصراحة فرحت بهم هلبة، وإن شاء الله يسامحوني ثلاثة لأني ديما ببصر عليهم هلبة، وديما قصدي في إمكان التصوير ولا خارج التصوير. وبصراحة كيف يقولوا فيها أعز أصحابي بجديات، ونشكر أسامة رزق اللي عرفني بهم، أسامة الباهي ومهند كلاش، لأن بصراحة من خيرة الشباب اللي حاليا اللي تعرفت عليهم في الوسط الفني، وهذه من غير مجاملة في هجوم، وحسيت روحي إني خادم معاهم من قبل. عياد هو أكتر مسلسل أنا ضحكت فيه، ما سبقش اشتغلت عمل كنت مستمتع، بمعنى أن الروح كانت حلوة في التصوير. يعني كان دائما في ضحك، كان دائما في يعني عرفت الروح جدا حلوة كانت في التصوير. الممثلين جدا منسجمين، أكثر من عمل صار اشتغلتها سابقا في بينهم روح حلوة. آخر مجلس أستاذ عبد الرزاق لو سمحتوا. ولا يا عبد الرزاق. خليكم، شكرا، بارك الله فيكم. لا يا عرفي لا الجبال راه مبص عليه قهوه. عياد المتشحط ستاند باي كيو. الساعة 7 الساعة 7 الساعة 7 صباح الخير. الساعة 7 آخر شيء اشتغلت أكثر من عمل، كان كل عمل لي ظروفه ولي وقع على المشاهدين. اشتغلنا قبل نقد سياسي كوميدي، قالوا مش هذا وقته وما نبوش سخرية من السياسيين والأحزاب. اشتغلنا دراما اجتماعية، قالوا لا مش هذا وقته، احنا اللي ما عندناش رغبة نفتحوا جروح سابقة واللي فات مات وما تتكلموش عليه. طيب السنة هذه نقدموا لكم كوميديا صافية ما فيهاش أي نقد سياسي، ما فيهاش أي نقد اجتماعي. نتمنى أن تعجبكم. بجد نشكر الفريق التقني اللي في تونس على المجهود الكبير اللي داروه معنا، خاصة نضيق وقت وأنا كنت ضاغط شوية عليهم، كان في بعض ستريس أحيانا يصير، بس بجد أن الشباب كانوا كلهم في الموقف. نشكر شركة أطلس فيجن اللي هي اشتغلت معنا هنا في
في تونس. زي العادة يا عيال منحوس في أي حاجة تشريها. نص ساعة ونكونوا أتمنى سيت كوم عيال. طبعا لأن عياد يعني مكسوف باعتباره فنان.